بحب اخد حاجات عائشه كلها معايا علشان ما تزنقش لاي حاجه بره لو حصل ظروف او طوارئ او كده. وفي نفس الوقت طبعا عشان اخد الحاجات دي بتاخد مساحه كبيره وكده، فبفضل ان انا دايما اخد كل حاجه وفي نفس الوقت مساحه صغيره، فبحطها في الشنطه دي. المفروض دي شنطه ميك اب بتاعت سفر او مش سفر ايا كان، يعني خروجه او كده، بتاعت الميك اب وبتاعت حاجاتي الشخصيه وكده. بس طبعا عشان انا ام صالحه جدا ومفيش مني، فاديتها لعائشه وبقيت احط لها فيها غياراتها وحاجتها واحنا خارجين. طالع طبعا من الشنطه باين قوي. اول حاجه لازم البامبرز. على فكره يا جماعه انا احب اشيد جدا بالبامبرز او الحفاض يعني بتاع بيبي جوي، لان هو حلو جدا بصراحه. بيبي جوي جميل جدا، وغيرته هو لنوع حفاض تاني وطلع سيء جدا، فبجد بيبي جوي قمر. عشان يعني حاجات لما تبقوا مامي او كده تبقوا عارفين، يعني تقولوا ايه ان انا عرفتكم حاجه. وطبعا عشان طالما واخدين الحفاض لازم ناخد معانا الجونسون باودر، لان هو ده اللي جسمها جه عليه. بس يا جماعه ده من مقاطعه، فهاتوا باودر تاني يعني. جبت الزنك الف وطلع مش حلو معاها. عادي يعني، احنا بنجرب لحد ما نشوف ولادنا بيحبوا ايه او محتاجين ايه يعني. فايتس اوكي. طبعا علشان دي صوتها واطي، علشان لما تزهق والمكان يكون صوته هادي، او في ناس مش عايزين دوشه. ودي صوتها عالي علشان لما تزهق والمكان يكون فيه دوشه. شفتوا بقى. ومناديل طبعا، واخده مناديل، شويه مناديل كده، واخده العلبه التانية هناك. ما باخدش مناديل مبلله لان انا مش بستخدم لها مناديل مبلله خالص، ما بحبهاش. بستخدم لها الميه على طول يعني، يا اما المناديل وبالله ميه عاديه. هدوم داخليه طبعا، باخد لها طقم كامل داخلي علشان لو لا قدر الله سربت او حصل اي حاجه ايه اسمها ايه، نلحق الموقف بسرعه من غير ما يحصل حاجه. دي الحاجات دي. في بقى حاجات تانية برضو بحطها هنا، والحمد لله الحافظه دي كبيره وبتاخد كل حاجه، وبنقلها من شنطه لشنطه من شنطي يعني. عايزه اوريكم بقيه الحاجات وانا بحطها برضو. باخد لها الدواء بتاعها، ده دواء المغص، لان طبعا الرضاعه الطبيعيه بتجيب مغص، فده لازم يكون موجود. والسرنجه عشان بتاخد الدواء بالسرنجه. فيها تقسيمات كده، وكان فيها كمان في النص تقسيمات بس انا شلتها علشان تبقى مريحه اكتر في الاستخدام يعني. ده الدواء ودي السرنجه. وطبعا ما ننساش الستال. ده ستال ده علشان السخونيه، لو لا قدر الله سخنت مني ولا اي حاجه حصلت. التتينه بتاعتها طبعا، التتينه لونها لبني، مش انا اللي جايباها، جدتها اللي جايباها لها. بس التتينه دي مهمه جدا، انا ما كنتش عايزاها تستخدمها بصراحه، ولكن اضطريت في الاخر. فكلنا بنضطر يعني، والامهات يعني حرام، كل حاجه كانوا ناويين يعملوها قبل الخلفه بتتغير جدا بعد الخلفه، وبنضطر نسمع كلام الناس الكبيره، وبنضطر نعمل اللي يريح ولادنا ويريحنا، عشان خلاص الموضوع بجد مرهق جدا. عادي التتينه تستخدمها شويه طالما هي كانت اوريدي اتعودت على الرضاعه الطبيعي. بعدها بفتره بقى كام شهر كده ان شاء الله هتسيبها لوحدها. لو ما سابتهاش انا همنعها عنها غصب عنها بقى، هنفطمها منها هي كمان. انا ما بستخدم لهاش لبن صناعي الحمد لله بقى لي فتره، ولكن بحط لها مثلا ينسون او حاجه. دي الببرونه بتاعتها. هي ما بتستخدمهاش كتير اصلا، نادرا ما بتستخدمها، بس امبارح عملت لها ينسون وما شربتوش كالعاده. فهغسل التتينه واعقمها كويس وميه مغليه وعلى النار وكده، واحطها برده معاها علشان لو احتجت اعمل لها اي حاجه، ايه لو حسيت ان هي تعبانه او كده. بس كده. دي كانت حاجات عائشه وحاجتي في شنطتي. وطبعا هحط كل الحاجات دي واقفل السوسته واجهز الدنيا وكده ونمشي على طول. بصوا لسه ده كله فاضي يعني، ممكن احط فيه بس انا مش مرتبه دلوقتي الحاجات. وبتتقفل وبنقلها من شنطه لشنطه، بتبقى سهله جدا ومريحه جدا في الاستخدام بصراحه. وكمان بتتمسك لو عايزه تمسكيها من الايد دي، فحلوه جدا. دي احسن حاجه بجد عمليه للولاد وانتوا خارجين، بدل شنطه الام الكبيره والظهر بتبقى تقيله، وبشوف امهات ماشيين بيها وماشيين بالبيبي، بجد حرام قوي. دي سهله قوي، وخدي من كل حاجه حاجه يعني. وعلبه المناديل برضو خديها هنا او في شنطتك التانية عادي يعني. فعشان كده مش بيبان قوي، مش بحس ان انا ايه الموضوع اختلف من قبل الخلفه لبعد الخلفه، فاهمين؟ حسوا لا ان الموضوع سهل وايزي وعادي خالص. بالنسبه ليها هي بقى بلبسها لو خارجين مشوار طويل لازم تلبس سلوبيتا. السلوبيتا بجد مش بتكون عمليه قوي في الخروج. الفستان شيك قوي حلو قوي بصراحه، بحب البسها في الساتين، ولكن في المشاوير القصيره علشان كل شويه بتعدلي فستان، بتعدلي لها هدومها، بتعدلي لها بتاع، عشان طبعا الشيل الكتير بيبهدل لها هدومها وكده. اما السلوبيتا لو بصوا اتشقلبت كده بتفضل السلوبيتا على حالها وشكلها شيك وجميله واموره وكل حاجه. هنختار ما بين السلوبيتا ولا الفستان في الخروجات الطويله؟ اكيد السلوبيتا. وطبعا كل ام على حسب ما بترتاح. ومش مش هاخد بامبرز واحد على فكره، او حفاض واحد. لو فاكرين ان انا واخده حفاض واحد، لا،
انا باخد تاني يعني، بعمل حساب الزمن عادي، وبيفضلوا في الشنطه دي ما بشيلهاش لحد ما اجي اخرج تاني يعني. بيفضلوا بامبرز او الحفاضات يعني، واللبس بتاعها الداخلي، بسيب طقم بيفضل في الشنطه دي عشان ما فيش مره انساه خالص. طبعا صوتي بدأ يروح باين عليا. فهحطهم في الشنطه البينك اللي قلت لكم عليها، و انزل بقى عشان احنا متاخرين. ولو عرفت اصور لكم انا وعائشه هصور لكم، ولو ما عرفتش هصور لكم في وقت تاني. باي باي. واخيرا بعد 6 ساعات لبست انا وعائشه، وهنمشي دلوقتي عشان متاخرين جامد.